رسيني في البيوت ما عنديش مشكلة النهاردة. عندي تعليق على جريمة القتل. واحد قتل مراته بعد 10 سنين جواز، بينهم أطفال. 10 سنين بتغضب وتروح عند أهلها وأهلها يرجعوها. أكبر حد في ولادها 9 سنين. طيب أما أنتوا بنتكوا بتجيلكوا ما بتحلوش الموضوع ليه؟ سايبينها عايشة مع المجنون ده ليه؟ عشان تربي ولادها. طب شوفوا مين هيربي ولادها دلوقتي. أهل الزوج عارفين ان ابنكم كده حلو يا جماعه. يعني انتوا مبسوطين دلوقتي لما بنتكم ماتت وانتوا ابنكم هيتعدم؟ مبسوطين دلوقتي بالاطفال اللي اتيتموا بدري دي ام واب؟ وتيجي بعد كل ده حلاوتهم تقولك قولي له يا محمد، وكيداهم تقولك خدي حقك وانت اقوى وانت اروق وانت مش عارفه ايه، ونمشي ورا ناس بتخرب بيوتنا، ونمشي ورا ناس بتسمم عقولنا وبتتعامل مع مشاكلنا بتفاهه وسطحيه، ومفيش حد بيحل. لا في احترام لدين ولا قانون ولا اخلاق ولا عشره ولا عيش وملح ولا اصول ولا وعي ولا ثقافه ولا حاجه خالص. يا جماعه حلوا مشاكلكم بجد. حد يطلع يحل مشاكل الناس دي بجد، عشان مش كل يوم عيال تتيتم، ومش كل يوم عيال تتشرد، ومش كل يوم واحده تتطلق. شوفوا نسب الطلاق قبل ما تسمعوا للناس التافهه اللي بتقعد تسمم عقولكم عشان تطلع ترند. محدش من اللي بيقول لكم الكلام ده وبتسمعوه وبتمشوا وراه عايش بدلكم وعايش مشاكلكم وعايش مكانكم وهيساعدكم. كله بيتكلم وخلاص، يعني كله بيتكلم، لكن محدش هيعيش بدالك ويشيل الحمل بدالك ويدفع الثمن غير. فكيداهم لما تيجي تقولك انت اقوى وانت اروق وروحي اتطلقي وعيشي حياتك وانت قويه وكده، مش هتصرف على اولادك، ولا هتيجي تاخد ابنك في حضنها وما يقولك انا بابا وحشني، ولا هتعالج النفسية المدمرة اللي هتطلع عند ولادك، ولا حلاوتهم اللي مقوياك قوي وبتقولك خليها تقولك يا أستاذ محمد هتيجي تجيب لك حلاوة وعيش في السجن، ولا هتصرف على ولادك وتقولك نام ارتاح يا قلبي يا حبيبي ما تشقاش وتتعب وانا هصرف على ولادك بدالك. الناس اللي بتسمم عقولنا بتفاهة وبسطحية، لا، في مشاكل بجد، في بيوت بتخرب بجد، في أولاد نفسيتها بتتعب وبتنتحر وبتكتئب بجد، في بيوت بتتخرب، وفي ستات مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تصرف على اولادها، وفي رجاله شقيانه ليل ونهار ومحتاجه حد يساعدها بجد. مش بالتفاهه دي خالص. ربنا يصبر اهالينا اللي بيتحسروا علينا وبيشيلوا همنا، ويكون في عون ولادنا. رسيني.